المصرية للاتصالات قررت تفرح وتفرح ناس كتير معاها بمناسبة مرور 160 سنة عليها. اتبرعت ب 160 ألف بطانية لفقراء الصعيد، في حملة بطانية واحدة تكفي 3 أطفال، يعني 500,000 طفل. شكراً للمصرية للاتصالات. يسعد الشركة المصرية للاتصالات بمناسبة مرور 160 سنة على تواجدها في سوق الاتصالات في مصر أن نتوقع بروتوكول التعاون مع جمعية دار الأورمان. النهارده يوم جميل ويوم فيه عمل مجتمعي عظيم، ويوم بنقول فيه المشاركة المجتمعية بتاعة الشركات الحكومية مع أبنائها وخصوصا أبناء الصعيد. الصعيد نقدر نقول 60 سنة مظلوم، والتفتنا فيه بعد الثورة إلى الاهتمام الشديد بيه. المصرية للاتصالات 160 سنة، تاني شركة اتصالات انشئت في العالم. يعني نقدر نقول استلمناها من جرهام بيل على طول، وقدرنا نقول إن احنا بنعمل تاني شركة اتصالات في العالم. 160 سنة خدمة. الحقيقة السنوات الأخيرة لاحظنا الخدمة عالية جدا من جميع نواحيها، وده بيقول ان القائمين على العمل ده بيؤدي عمل طيب، بيؤدي عمل جاد، وبالتالي لما التفت للخير التفت بجدية ومصداقية. المصرية للاتصالات بتتبرع ب 8 مليون جنيه، 8 مليون جنيه فقط للأطفال للبطاطين. بقول لو كل شركة في مصر مدت ايدها بهذا الرقم او نص الرقم او ربع الرقم، ما زال القانون ما بيسمحش للجمعيات الخيريه انها تعمل شركات، ما بيسمحش بقانون الوقف، الا ان الوقف ما زال بيخضع للاوقاف. واحنا ان شاء الله قدمنا في البرلمان اللي قبل الثوره للكلام ده، وكان في سعي لتعديله. وان شاء الله البرلمان الجديد اللي هو احنا بنقول احنا دوله كامله متكامله